يا مساء الفل، تعالوا بينا نعمل طاجن سهل وسريع في 5 دقايق عشان الجو حر قوي مش عايزين نقف كتير في المطبخ. النهارده هنعمل طاجن المكرونه بالصدق. تعالوا بينا نجيب الطاسه بتاعتنا ونجيب الصدق ونكون مقطعينه بالمنظر ده كده، وهنزل بالصدق في طاسه سخنه جدا. هديله تشويحه كده 3-4 دقايق عشان ينزل كمية الدهون الكتير اللي بتكون موجودة فيه، وبعدين هبتدي اخرجه من الطاسة بالمنظر ده. ودي كمية الدهون اللي انا خرجتها منه، انا مش محتاجاها تماما. وبعد كده بجيب الحلة بتاعتي وبنزل فيها بمعلقة من السمنة او اي مادة دهنية انت حابة تستخدميها، وانزل ببصلة متوسطة متقطعة صغير بالمنظر ده كده. بسيب البصلة تدبل معايا شوية وبعدين بنزل عليها بالصدوق اللي انا شوحته، وبعدين بنزل بفصين من الثوم المفروم، اسيبه بس كده كام ثانيه لحد ما اشم ريحته، وبعدين هبتدي اديله تقليبه مع بعضه وانزل بعصير الطماطم. وبعد كده هبتدي اضيف التوابل بتاعتي، ضفت ملح، فلفل اسود، شويه من الكباب الصيني، تقريبا ربع معلقه صغيره من الحبهان البودر، واخيرا رشه كده من السبع بهارات. وهدي تقليبه حلوه كده، امكس الكلام الحلو ده كله مع بعضه وبسيبه ياخد غلوه حلوه كده على النار، وبعدين بهدي النار عليه خالص واسيبه يتسبك براحته. وهنا التسبيكه عندي اصبحت جاهزه بجد، ريحتها جايبه اخر الشارع، ريحتها تجنن. بعد كده بالنسبه للمكرونه انا سلقتها في حله تانية، انا صفيتها كويس ونزلت بيها في التسبيكه بتاعتي كده، وبسيبها 5 دقايق على نار هاديه قوي عشان المكرونه تشرب من التسبيكه اللي ريحتها تجنن، واكيد الطعم تحفه. طبعا الوصفه بتاعتي هي خلصت كده تمام وجاهزه على الاكل، احنا ممكن نغرف وناكل بقى عادي خالص. بس لازم شويه دلع كده. شويه الدلع دول بيكونوا عباره عن ايه؟ بجيب طاجن فخار، سواء طاجن كبير زي اللي انا استخدمته او طاجن صغير، ونقسم المكرونه بالصدق فيه كده، وبدي رشه من الفلفل الرومي، وعلى الوش بقى بحط ميكس من الجبن. استخدمت هنا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، وزعتها على الوش بالمنظر ده ودخلتها الفرن. اخدت اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الجمال والطعامه بجد تجنن. وبالهنا والشفا، اكله سهله وسريعه ومنجزه.